إذا بدك تقنع شخص بفكرة ما أنه مقتنع فيها، كررها قدامه لحتى يعتادها. وواحد من أنواع التكرار هو الأفكار الغريبة عن مجتمعنا في المسلسلات. ببيوت سورية كتير التلفزيون والموبايل صاروا ضيوف دائمين، مو بس ضيوف، صاروا كمان أصحاب قرار بالتصرفات. أفلام ومسلسلات عبر التطبيقات الحديثة، أكيد بتعرفوا شو هي التطبيقات، مثل نتف، أو بتعرفوا ما رح أحكي اسمه. هاي المسلسلات عم بتفوت لعنا بدون استئذان، مع الأفكار الغريبة عن مجتمعنا والسلوكيات اللي ما تصورنا بيوم إنه نحن نشوفها ونصير نناقشها. المشكلة مو بالمشاهدة بحد ذاتها، المشكلة لما نبلش نعتبر اللي عم نشوفه طبيعي أكتر من اللي تربينا عليه. بعلم النفس الاجتماعي في نظرية اسمها نظرية التعلم بالملاحظة، وبتقول ببساطة إنه الإنسان بيتعلم السلوك مو بس من التجربة، بل من التكرار والمشاهدة. يعني لما نشوف نمط معين من العلاقات مرة ومرتين و10، العقل بيتعامل معه وكأنه نموذج عادي للحياة، وهون ببلش التغيير بدون ما نحس، ونشوف حالنا عم نضحك على الأمور ما بتمثلنا، ونقلد علاقات أسرية ما بتشبه بيوتنا، ونستغرب من دفء علاقتنا بأهلنا وكأنه شيء قديم. الأب بصير مشغول، الأم بدها مساحتها، والولد عم يتعلم إنه الحوار العالي هو أسلوب، وإن الخصوصية معناها العزلة. علم النفس بيسمي هذا الشيء التطبيع، إنه الشيء الغريب بصير مألوف وبعدين متوقع وبالأخير طبيعي. وخلينا نحكي بوضوح، الثقافة الغربية مو شر مطلق، فيها أفكار حلوة عن النظام عن الوقت، لكن الخطر لما مناخدها كاملة بدون فلترة ونلبسها لبيتنا السوري وكأننا على مقاسه. مو مطلوب نسكر الأبواب على العالم، المطلوب نفتح عيوننا ونختار بوعي ونحد من تأثير الشيء اللي داخل علينا. وأخيراً أنتوا خبروني، بتحسوا الشاشة عم تعلمنا نعيش ولا عم تنسينا من نحن؟